رجاء فتحي، مساء الخير كابتن. مساء الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين. وينضم إلينا عبر الأخبار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة. ابقوا معي بداية لنستعرض هذا التقرير، حيث في كأس العالم 2026 لعبت تقنية الفار دورا حاسما في عدد من أهم مباريات البطولة، فألغت أهدافا وراجعت ركلات جزاء وأكدت أو غيرت قرارات مصيرية أثرت في مسار المنافسة. لكن ماذا لو لم تكن هذه التقنية موجودة؟ في هذا التقرير يعيد الذكاء الاصطناعي بناء 5 لحظات تحكيمية بارزة شهدها مونديال 2026 لنتخيل كيف كان يمكن أن تتغير نتائج المباريات، ومن كان سيواصل طريقه نحو المجد ومن كان سيودع البطولة. في كأس العالم 2026 لم يعد حكم الساحة وحده صاحب القرار، بل أصبحت تقنية حكم الفيديو المساعد الفار شريكا في صناعة اللحظات الحاسمة. لكن ماذا لو اختفت هذه التقنية؟ كيف كان سيبدو المونديال؟ في مباراة ألمانيا أمام باراغواي احتفلت جماهير المانشافت بهدف التأهل قبل أن يلغيه الفار بسبب مخالفة سبقت التسجيل. لولا التقنية لواصلت ألمانيا مشوارها بدلا من تأهل باراغواي. وفي مواجهة مصر وإيران بدا أن الإيرانيين حققوا تأهلا تاريخيا بهدف قاتل، لكن مراجعة الفيديو كشفت تسللا بفارق بسيط، فألغي الهدف لتتأهل السنغال بدلا من إيران. أما البرازيل فسجلت هدفا عبر فينيسيوس جونيور قبل أن يتدخل الفار ويلغيه بسبب مخالفة في بداية الهجمة، في لقطة أثبتت أن تفاصيل صغيرة قد تغير مجرى مباراة كاملة. وفي مباراة بلجيكا والسنغال احتسبت ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة الفيديو، فتحولت المباراة إلى عودة بلجيكية أنهت حلم أسود الترانجا. وفي مواجهة البرتغال وكرواتيا ألغى الفار هدف التعادل الكرواتي في الدقيقة 90 بعد ثبوت التسلل لتنتهي المباراة بفوز البرتغال. وفي مباريات أخرى مثل مباراة إنجلترا وغانا أو ألمانيا والإكوادور لم ينهي الفار الجدل، لكنه منح الحكام فرصة إضافية لمراجعة القرارات المصيرية. قد لا تغير تقنية الفار كل قرار، لكنها أصبحت عنصراً أساسياً في كرة القدم الحديثة، حيث يمكن لثوان قليلة أمام شاشة المراجعة أن تمنح منتخباً حلم التأهل أو تنهي مشواره في أكبر بطولة كروية في العالم. ويبقى السؤال: لو اختفت تقنية الفار، هل كنا سنشاهد مونديالاً أكثر إثارة أم أقل عدالة؟ نعم، بعد هذا التقرير كابتن رجائي، بعد 8 سنوات من استخدام الفار في مباريات كأس العالم، هل أصبح الفار جزءا طبيعيا من اللعبة أم أنه ما زال يثير الانقسامات بشكل أكبر من السابق؟ هو أصبح جزء مهم وأساسي من اللعبة، لكن الأساس في الموضوع حتى مع التعديلات الجديدة اللي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأعطى صلاحيات لحكام الفار أنهم يستدعوا الحكم ويراجعوه في بعض القرارات، لكن تظل السلطة الوحيدة والأولى والأخيرة لدى الحكم. قد يعود أو لا قد يعود، قد يأخذ بكلام حكام الفار اللي موجودين في غرفة الفار أو لا. الحقيقة هذه الصلاحيات لابد أن تقلص نوعا ما، لأن في بعض القرارات الجدلية اللي حصلت في البطولة قرارات أثارت دجل كبير في البطولة وأثارت نوع من أنواع الاستغراب. في بعض القرارات كانت سليمة وبعض القرارات كانت غير سليمة، في بعض القرارات تم الاتفاق عليها وبعضها لم يتم الاتفاق عليها. لكن بصفة عامة الجدل اللي بيحصل ده والإثارة اللي بتحصل في تلك المباريات
هي جزء أساسي من لغة كرة القدم أو إثارة كرة القدم. نحن توقعنا عندما يتم إدخال الفار على المباريات ستنتهي هذه الإثارة، ولكن الحدث أن الإثارة أكثر، لم تنتهي بل الكلام زاد في بعض الأهداف، بعض المواقف اللي حصل. هناك كابتن موضوع القرارات التقديرية، احتكاك أنا كحكم أشاهد أنه احتكاك طبيعي، لكن حكم آخر يشاهد أنه يستحق خطأ أو بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء. هذا اللغط إلى متى؟ يعني بكرة القدم لا يوجد 1+1=2، أي تدخل هو خطأ وليس كل تدخل خطأ أو كل احتكاك خطأ، يبقى هذا التساؤل. أستاذ أحمد، في بعض الأخطاء اللي احنا نقول عليها أخطاء مؤثرة وبعض الأخطاء غير مؤثرة، بمعنى خطأ يؤدي إلى ركلة جزاء ده خطأ مؤثر، خطأ كرة تسلل أو عدم تسلل ده قرار مؤثر، كرة لمست لاعب أو لم تلمس لاعب ده قرار مؤثر، ما هو داخل منطقة الجزاء وما هو أمام منطقة الجزاء هو مؤثر جدا في القرارات. لكن كرة في وسط الملعب، كرة على أطراف الملعب غير مؤثرة، حتى لو حدث خطأ من الحكم لن تؤثر على نتيجة المباراة. لكن عندما تتحدث عن مباراة زي مباراة البرتغال مع كرواتيا الدقيقة 90، جفارديول يسجل هدف لكرواتيا، يتم اللجوء لتقنية الفار، يتم الاحتساب الكرة تسلل لأن الكرة لمست عن طريق الاستشعار، يعني حاجة مش طبيعية، يعني الكرة لمست ما لمستش، انت تقعد تشوف اللقطة من كذا زاوية لمست او ما لمستش. التقنيات الحديثة اللي ادخلتها منظمة كرة القدم العالمية الفيفا او الذكاء الاصطناعي على الكرة والاستشعار اللي موجود، جهاز الاستشعار اللي موجود في الكرة هو الذي اظهر ان الكرة لمست لاعب كرواتيا وبالتالي اصبح متسلل. تلك التقنيات الحديثة نوعا ما الغت نوع من المتعة او قللت حدثت نوع من الإحباط وحدثت برضو العدالة. يعني الفريق الذي ألغي له الهدف حدث له نوع من الإحباط، الفريق الذي احتسب له الهدف أو ألغي الهدف لمصلحته زي فريق البرتغال أحدث نوع من السعادة. تلك الحالة هتظل موجودة طالما كرة القدم موجودة، سيظل الانقسام والاختلاف، هدف مش هدف، ضربة جزاء مش ضربة جزاء، خطأ طرد مش طرد، هتفضل الإثارة موجودة مهما أدخلوا من تقنيات حديثة طالما السلطة الأولى والأخيرة في يد الحكم. نعم، أتحول إلى طلحة أحمد.